حسسني ان احنا في الغابه وتايهين وفي اسد هيجي كمان شويه، مش ان احنا بنعمل اغنيه خالص. في المشكله ما بين رامي صبري وعمرو مصطفى، فحصل ما بينهم مكالمه صلح. رامي صبري كلم عمرو مصطفى في البرنامج، ففجاه كده بدون اي مقدمات رامي صبري قال له انت لازم تشتغل مع عمرو دياب، اللي هو اصلا مش موضوعنا، وبدا يتحايل عليه كأن عمرو دياب نفسه وقاعد مستني وعمرو مصطفى هو اللي مش عاوز. لازم يرجع يشتغل عمرو دياب. هو ايه اللي احنا فيه ده يا جماعه؟ فقلت اشوف التعاونات الاخيره ما بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، فلقيت اقوى حاجه من وجهه نظري اتعملت ما بينهم مؤخرا هي الاغنيه دي. كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ، الحان الفنان الكبير عمرو مصطفى، توزيع الفنان الكبير اسامه الهندي، وطبعا اغنيه للهضبه عمرو دياب. الصناع الكبار دول بقى انتجوا لنا ايه؟ وليه الاغنيه دي ما اسمهاش برج الحوت؟ اعتقد اسم روش وجديد، اعتقد بالنسبه للناس برضو احلى، بدليل ان ناس كتير فاكره اصلا ان اسمها برج الحوت، بيقولوا عليها اغنيه برج الحوت. ايه ده؟ امال اسمها ايه؟ اسمها يا اجمل عيون. ممكن نكون فكرنا في اسم عام اكتر علشان يناسب كل الناس مش بس مواليد برج الحوت، وارد، بس برضو اسم برج الحوت اقوى. هي كمان الكلمه اللي بتتكرر مع السينيو كل مره، مع خبر ان الفنان عمرو دياب بيغني الاغنيه دي للفنانه دينا الشربيني، اللي اعتقد خدم الاغنيه جدا اعلانيا واداها كمان نوع من انواع المصداقيه، زي الفيلم اللي مأخوذ من احداث حقيقيه. مش متاكد، بس اعتقد ان الكلام مكتوب قبل اللحن. حاسس ان تقسيمه الاغنيه جايه من تقسيمه الكلام اللي اتكتب في الاول، وكل كوبليه تقسيمته مختلفه كلاميا، بس طبعا في وجود الملحن الكبير عمرو مصطفى مفيش مشكله. ان كانت التقسيمه هو عنده جمل موسيقيه كتير جدا تعمل لك لحن قوي. عندك السينيو اللي هو والله بحبك موت واحب برج الحوت واعشق تفاصيلك ضحك وبكاء وسكوت، وهكذا. مبهج جدا لحنا وكلاما، يعني عجبني جدا. ضحك وبكا وسكوت التلاتة ورا بعض. اعشق تفاصيلك في الضحك وده مفهوم، والبكا برضو منطقي. التضاد بيأكد المعنى اكتر، ان انا بعشق تفاصيلك في ده وفي عكسه تماما وفي ده. سكوت بقى دي اكتر واحدة عجباني، يعني بعشق تفاصيلك مش بس في الضحك والبكا اللي هم محتاجين اكشن ومجهود، لا وسكوت اللي هو مش محتاج اي مجهود. قلنا ان تقسيمه الكلام مختلفه لكل كوبليه، فبالتالي كل كوبليه ليه لحن مختلف. زي ما قلنا عمرو مصطفى عنده جمل كتير، فبالتالي كل مره بندخل على السينيو بندخل من سكه مختلفه. يعني نهايه اول كوبليه وسافرت لاخر البلاد، ومن نفس الليفل كده والله بحبك موت، ونخش على السينيو. نهايه تاني كوبليه بتعلى بالليفل عن السينيو، حبيت وعشقت صدى، وتنزل بقى والله بحبك موت عشان تخش على السينيو. نهاية تالت كوبليه اقلهم بالنسبة لي، هو بيقول والله لا احبك موت، بعد كده والله بحبك موت. تحس ان باين قوي انها معمولة عشان نقفل ونخش على السينيو. لو حد بقى بيحب الاغاني قوي زيي، فبيقعد بقى يتأمل يشوف انهي احسن دخلة، اللي من نفس الليفل ولا من العالي ولا الاخيرة، وايه الفروقات ما بينهم. لان السينيو نفس الكلام ونفس اللحن بيتكرر كل مرة، لكن لما تدخله من سكة مختلفة كل مرة تستطعمه بشكل مختلف شوية. فانا شايف ان اللحن حلو قوي ومليان. المزيكا فيها اكتر من عنصر بس كلهم ما كانوش ملفتين ليا قوي. الاكورديون مثلا اول حاجة هتستقبلك وهتلاقيه بيقول جملة لطيفة جدا. في البراس سيكشن موجود اللي هي الآلات النحاسية، ودايما بسمعها في الأغاني مسيطرة أكتر من كده. بص مثلا في سهر الليالي. طب بص عايشني ثواني الأصالة. طب عمرو دياب نفسه قبل كده شوف. بس هنا البراس سيكشن مش مسيطر خالص، متداري في وسط الزحمة. كنت عايزه مسيطر وقوي اكتر من كده، خصوصا مع وجود الجيتار الرومانسي الحساس الحنين ده. كان هيكسر القوة بتاعت البراس سيكشن، فكان هيبقى الميكس اقوى بالنسبه لي، وهي اذواق كده كده. طبعا مش محتاج اقول قد ايه صوت الهضبه عمرو دياب ورنته الحلوه المميزه حلت الاغنيه وضافت لها بهجه اكتر. اكتر حاجه ما عجبتنيش في العمل ده هو البوستر او الصوره دي. اللون البني اللي طاغي ده مش ظابط معايا خالص، حسسني ان احنا في الغابه وتايهين وفي اسد هيجي كمان شويه، مش ان احنا بنعمل اغنيه خالص. لو عجبك الفيديو اشترك، اعمل لايك، قول لي رايك في الكومنتات.